ارواحوا نحضروا مع بعضنا بيتزا رولي اللي تجي بزاف بنينه شويه وقت وانتي حضرتيها، سهله اقتصاديه. المهم هيا نبداو. في وعاء نحطو 2.5 كيسان تاع فرينه تكون مغربله او ما يعادل 300 غرام. نزيدو معاهم ملعقه صغيره تاع ملح، ملعقه كبيره ونص تاع زيت. نبسو غايه الخليط ونسيو ندخلو كامل هداك الزيت في الفرينه. نزيدو كميه تاع الزعتر اللي هو اختياري. نخلطو كلش ونديرو حفره في الوسط، نحطو فيها ملعقه كبيره خميره الخبز. نزيدو عليها شويه حليب يكون دافي باش تتفاعل معنا الخميره. نخلطو هاك شويه ونلمو كلش بالحليب الدافي حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. وبالنسبه لكميه الحليب انا هنا دالي كاس بصح بقالي منه شويه. نغطيو العجين تاعنا ونخلوه يختمر حتى يتضاعف الحجم نتاعو. من جهه اخرى نجيبو المقله نحطو فيها شويه زيت، نحطو تاني الدجاج المفروم اللي كان عندي هنايا كونجلي، نديه يطيب على نار متوسطه. بعد ما يطيب نزيد له البصله اللي كنت قطعتها شرائح تكون رقيقه. نزيد له تاني الفلفل الاخضر اللي مام هو كنت قطعته لشرائح تكون رقيقه. نحط كميه تاع الملح، فلفل اسود، نخلطو كلش، نغطيو عليهم وندوهم يطيبوا على نار تكون متوسطه حتى يدبالوا كامل. ودرك بعد ما اختمر العجين تاعنا نرشو سطح العمل بالفرينه، نحطو العجين ونبداو نحلوه بسمك يكون رقيق. العجين تاعنا لازم يكون ما يلصقش معانا، يعني اذا شفتوه يلصق زيدولو الفرينه هكا رشات برك. من بعد نقعد نشكل كيم من هاك شكل مستطيل، نحيو هادوك الزوائد. من بعد نحطو صلصة الجبن اللي كنت خدمتها معاكم شحال من مرة. من بعد نزيدو صلصة الطماطم، نتوما تقدروا تكتفيو بصلصة الطماطم فقط. نبداو نحطو في الحشو تاعنا ونوزعوه بالتساوي. من بعد نبداو نلويو في العجين تاعنا كما راه موضح في الفيديو. نحاولوا نزيرو عليه هاك في التالي باش ما يخرجش معنا الحشو. نجيبو خيط ونحطوه تحت العجين، من بعد نعكسوه ونزيرو حتى تتنقسم الحبه تاعنا. المهم الفيديو راه يوضح كلش. نجيبو صني اللي يكون مدهون بالزيت نحطوهم فيه. من بعد نبداو ندهنوا الوجه تاعهم بصفار بيضة، ندخلوهم يطيبوا على فرن يكون مسخن مسبقا. نطيبوهم من تحت، من بعد نحمرهم من الفوق. وها هي وصفتنا لنهار اليوم واجده. نتمنى تكون عجبتكم. وهنا كان شاطلي شويه عجين درت به هاد البيتزا الصغرونه. وفي الاخير نختموا الفيديو تاعنا بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهيتكم في الجنه بصحتكم.